السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جايلكم بفيديو جديد. هنعمل مع بعض اكله خفيفه وفيديو سريع كده. هنعمل مع بعض طاجن الباميه باللحمه الضاني ومعاه شويه رز على الشعريه زي ما شفتوا في الصور كده. طبعا انا الباميه دي كنت مفرزاها معاكم، ده يعني حوالي نص كيلو باميه، ومعاه برضو حوالي نص كيلو من اللحمه الضاني، ومعايا كمان الطماطم دي انا عاملاها صلصه كده في البيت، وينفع طبعا عصير طماطم لو موجود، بس انا كنت لسه عامله الطماطم دي فاستسهلت يعني وعملت بيها. ومعايا طبعا ده توم مهروس. طبعا انا عامله كميه كبيره لان هعمل منها للطشه، وكمان هحط منها في الايه في التقليه الاولانيه يعني. ومعايا دول حوالي 4 مكعبات صغيرين كده من الزبده، هحط عليهم معلقتين كبار من الزيت. ومعايا طبعا دي بصلايه كبيره كده انا مقطعاها، ومعايا قرن فلفل حامي. ومعايا طبعا هنا الحله بتاعتي طبعا على النار. هنزل الاول بالزبده مع الزيت كده، واول ما تسيح معايا هبدا انزل بقى بالبصلايه بتاعتي يا دوب بس كده، اديها بس ايه، لون ريحتها بس تطلع كده يعني. انا مش عايزه اقول لونها يغمق ولا حاجه، هتصفري بس بالشكل ده بوريكم يعني. وبعد كده هنزل بشويه صغيرين جدا من التوم، معلقه توم صغيره جدا، وقرن الفلفل الحامي اللي انا مقطعاه برضو هنزل. واول ما ريحه التوم بس تطلع كده هنزل بالتوابل اللي معايا. طبعا هحط شويه فلفل اسمر صغيرين، وشويه كمون، وشويه كزبره برضو ايه صغيرين. هي دي التوابل اللي انا هحطها. وبعد كده هقلب تقليبه، وهنزل على طول بقى بالايه باللحمه بتاعتي على البصل والثوم والفلفل. ان هو بس ايه البصلايه بقى تاخد اللحمه تاخد صدمه كده، بس ايه تاخد تشويحه وتاخد صدمه كده. واول طبعا لونها ما يتغير معايا هنزل بقى بالطماطم بتاعتي او بالصلصه بتاعتي. ينفع عصير طماطم او صلصه انت عاملاها في البيت، يعني مش مستحب طبعا تتعمل بصلصه من اللي هي بتاعت البرطمانات الجاهزه دي. هاخد طبعا من الصلصه بتاعتي الكميه اللي انا عاوزاها، يعني لغايه ما ايه ما اللون التسبيكه يبقى زي ما انا عاوزه يعني، او كميه الطماطم من اللي انا عاوزاها يعني. وبعد كده هزودها بقى شويه كده من الميه، وهسيب بقى ايه اللي مش هحط لها طبعا ملح خالص دلوقتي، ولا هحط لها اي حاجه. هسيبها بس كده ايه اللحمه بقى تستوي 3/4 سوا كده، قبل ما انزل بالايه بالباميه عليها. طبعا اللحمه برضو استوت 3/4 سوا، وقمت نازله بالباميه بتاعت الباميه طبعا مجمده. نزلت بيها وهي مجمده كده على التسبيكه بتاعتي وعلى اللحمه. وهسيبها بقى لغايه ما ايه ما تستوي. يعني مش هخليها تستوي جامد، لان انا لسه هحطها في طاجن وهحطها في الفرن، تاخد تسبيكه برضو. ومعايا هنا طبعا بقيه التوم اللي انا كنت عاملاه، ومعايا مكعبين زبده كده سيحتهم. وهبدا انزل بالتومه بتاعتي كده ايه برضو اصفرها، وهحط عليها كزبره ناشفه. طبعا التومه مع الكزبره الناشفه بقى مش عاوزه اقول لكم بيبقى بقى يعني الدنيا مقلوبه. ريحه التومه مع الزبده مع الكزبره الناشفه بصراحه كانت قلبه ريحه الدنيا. حمرت التومه او صفرت التومه ونزلت عليها طبعا بالكزبره زي ما انتم شايفين. هنزل بقى على الباميه بتاعته وهي لسه في الحله، هتغلي غلوه واحده بس وهقوم طافي عليها. بصراحه كانت ريحتها طالعه تحفه. طبعا انا معايا الطواجن دي طواجن صغيره، انت ممكن تحطيها في طاجن واحد على بعضها كده طاجن كبير، لكن انا بصراحه الطاجن الكبير اللي عندي اتكسر، فعندي الطواجن الصغيره دي فهحط فيها. هقسم الكميه اللي معايا في الحله على الطاجنين الصغيرين دول. بصراحه يا جماعه كانت ريحتها طالعه تحفه بجد. يعني اللي ما جربش الباميه باللحمه الضاني يبقى ما كلش باميه قبل كده. طبعا ايه هي جت مظبوطه بالظبط على قد الطاجنين اللي معايا. طبعا حطيت قرن فلفل كده على الوش، وهدخلها تحت الشوايه بس تاخد إيه تحميره صغيره كده من فوق، او تاخد تسبيكه يعني. وبعد كده ايه خرجتها من الفرن زي ما انتم شايفين. إيه شكلها بصراحه جميل جدا، وكمان ريحتها فظيعه يعني بجد ريحتها كانت روعه. وشايفين شكلها عامل ازاي الباميه مستبكه كده وجميله قوي. وبصراحه كان طعمها جميل يعني. لا الباميه باللحمه العاديه لا مش بتبقى حلوه زي باللحمه الضاني. ما شاء الله تبارك الله كانت جميله جدا. طبعا انا هنا عملت شويه رز كده على شعريه. طبعا اللي حابب ياكل بعيش ياكل، واللي حابب ياكل برز ياكل. انا عملت هنا شويه رز كده على شعريه يعني.
وهبدأ ايه احط جنبها كده شوية كده من البامية مع قطع اللحمة كده جنب الرز، وبألف هنا وشفا طبعا للي كل واللي شايف ان شاء الله ويعمل الوصفة دي ان شاء الله. جربوها بالطريقة دي بجد طريقة جميلة جدا يعني. زي ما قلت لكم اللحمة الضاني مع البامية حكاية يعني. ما شاء الله تبارك الله. وده طبعا ايه نهاية الفيديو بتاعنا. ما شاء الله الاكل طالع جميل جدا وشكله جميل ويفتح النفس. يا ريت بقى تشتركوا عندنا في القناة وتدعمونا باللايك و... وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.